أرق من زجاج الشام مثل شهير ضرب بالزجاج الدمشقي لجمال ورقة وعراقة هذه الصنعة. وبحسب المراجع فإن جذور صناعة الزجاج الدمشقي تمتد إلى الفينيقيين منذ 2000 عام قبل الميلاد، لكن دمشق كانت أول من نفخ الزجاج ضمن أفران النار. لأن نحن بنعرف تاريخيا اللي اكتشفوا الزجاج الفينيقيين 2000 قبل الميلاد. الدمشقيون هم أول من نفخ الزجاج، يعني اللي قاموا بتشكيل الزجاج بالنفخ والصنع الدمشقيون تقريبا من 2000 عام، ولهلا ما زلنا محافظين، وهي مهنة تراثية وراثية. بعدما كانت منطقة باب شرقي بدمشق تحوي 17 معمل زجاج في السبعينات، لم يبقى من يتقن حرفة نفخ الزجاج في دمشق اليوم سوى عائلة الحلاق التي امتهنت هذه الحرفة منذ 500 عام، ليعبر شيخ الكار عن مخاوفه من اندثار هذه الحرفة لعزوف الشباب عنها نظرا للمصاعب المحيطة بها. يعني كان عندنا إنتاج كبير، وكان الفرن أكبر من هذا، وكان عندنا عمال كتير موجودين 24 ساعة، بس هلأ تقريبا عم نقتصر على الشغلات الصغيرة الخفيفة. أولا محروقات غير متوفرة، عمال غير متوفرين، الوضع يعني صعب علينا كلياتنا هلأ. نتمنى أنه ترجعوا والمهنة ما تنقرض وما يضيع تعبنا وتراثنا. وفي ورشة يتجمع الزجاج المكسور في أحد أركانها ليعاد تذويبه في غرفة مجاورة تحوي الفرن المشتعل، يجلس شيخ الكار اليوم لساعات أمام فرن النار الملتهب بدرجة حرارة فوق 1200، يتفنن في صنع كأسه ويتحكم عبر النفخ بالشكل والحجم المطلوبين ليبرد العجينة قليلا قبل أن تدخل النيران مجددا، وعبر ملقة من الحديد ينهي تصميم تحفته. هلا نحن الفرن عندنا 3 أقسام. عندنا أول قسم مطرح ما بنحط الزجاج يصير سائل، درجة الحرارة ما يعادل 1200 درجة، بيتحول من قرنة لقرنة، هو الفرن قسمين، بيتحول لقسم ثاني بتنزل درجة الحرارة مشان يصير عجيني. في قسم ثالث نحطه بالاسم المشوي، شوي وتبريد. ورغم صعوبة تأمين ما يلزم لإنجازه، يبقى الزجاج الدمشقي محافظاً على أصالته لتمتد حكاية حرفة دمشقية يكمن سرها في نفخ الصانع داخل قطع زجاجية صماء باعثاً فيها الروح من جديد. الصمود أمام أفران النار من أهم شروطها، ناهيك عن العشق الذي يأسر قلب محترفها ليشكل تحفا زجاجية اعتبرت على مر العصور من أهم مكونات الهوية الدمشقية. لارا نخال، دمشق، الاتجاه.